لا انا عايزك تجهز معايا لان احنا النهارده معانا موبايل فيراري الجديد. موبايل كل حته فيه بتقول لك انا عربيه فيراري. لعشاق العربيات والموبايلات بجد انتوا الاثنين هتتبسطوا فيديو النهارده. طبعا زي ما انت شايف كده هو جاي في اغرب بوكس في الحياه، يعني انا بجد ما عملتش انبوكسنج لموبايل في العالم بالشكل ده وبالفخامه دي. عايزك تتحمس معايا كده، اعمل لايكك دلوقتي حالا ويلا بينا نبدا ونشوف الموبايل مع بعض. مبدئيا كده العلبه جاي فيها ايد من الجلد، تحس ان انت شايل حقيبه دبلوماسيه وماشي. اول ما وصل الموبايل وجيت افتح العلبه ما عرفتش افتحها، انا قعدت اشد كده، اكتشفت طبعا في الاخر ان في هنا لوك موجود، فانت محتاج تفتح اللوك ده ومحتاج تفتح اللوك الناحيه الثانيه كده. وهوبا بص 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 لا 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 اقسم بالله افخم حاجه في الحياه. ايه ده؟ ايه اللي انتوا باعتينه ده يا جماعه؟ دي ازاي علبه موبايل؟ انا مش فاهم. هيجي في دماغك طب هنفتح العلبه دي ازاي بقى؟ يعني علبه المفاعل النووي دي هنفتحها ازاي؟ اقول لك يا باشا بص، هي بتنقسم نصين تعمل كده. اقسم بالله حاسس ان انا بفتح حاجه غريبه جدا، انا مش فاهم ايه ده. العلبه هتبقى عندك بالشكل ده، علبتين يمين وشمال، والعلبه اللي في النص هيكون فيها الموبايل. طبعا هنشوفه كمان شويه، اتقل معايا عشان هو موبايل مجنون حرفيا، امكانياته خزعبليه وبسعر ممتاز. عيش بقى معايا التجربه كده. بسم الله هنفتح الناحيتين كده. تعالوا نفتح اول علبه هنا، واللي هتلاقي فيها اغرب وايرلس تشارجر في الحياه. هو وايرلس تشارجر على شكل عربيه، مجسم لعربيه كده. وانا عايز اقول حاجه يا جماعه، هو بجد تقيل، البتاع ده تقيل، تحسه مطي حاجه شبه الفضه كده. وهنا خامات من الكربون فايبر، شكله تحفه. الحاجه الثانيه بقى انك هتلاقي دبوس السيم كاردز جاي في كارت كده، وبرده هو على شكل عربيه، غريب جدا، شكله مجنون. ده يا جماعه شكل الدبوس. انا بحب بقى التفاصيل الصغيره، اديني في التفاصيل دي انا اتبسط على طول. نقفل بقى العلبه دي، تعالى نفتح العلبه الثانيه، واللي هتلاقي فيها قطعه الوايرلس تشارجنج نفسها، وهي قطعه من المعدن وفيها مكان يتوصل بيه الكابل. فهنجيب القطعه دي مع العربيه اللي عندنا، وبعدين هنحط القطعه بالشكل ده عشان يبقى ده الشكل النهائي عندنا. كربون فايبر وديزاين عربيه عشان تشحن عليه موبايلك وايرلس. ايه الجيران ده؟ مش احنا فين يا جدعان؟ تعالى بقى ايه، نفتح العلبه دي، واللي هتلاقي فيها كابل الشحن موجود هنا، كابل شحن باللون الاسود برده. تجربه فخمه الصراحه. ولما تشد العلبه دي هتلاقي هنا عندك راس الشاحن، وراس الشاحن دي جايه بسرعه 100 واط يا جماعه. ايوه 100 واط، وده موبايل مش فلاج شيب على فكره، مع انه اسرع من سرعه الفلاج شيبس عادي. طبعا مش هتلاقي هنا دبوس السيم كاردز، تفتكر ان هو اتسرق. انا بجد لما جيت افتح قلت يا ام ايه الهبل ده، ازاي مش جايبين دبوس مع الموبايل؟ اتفاجئ بقى طبعا ان الدبوس في علبه لوحدها زي ما قلت لك كده، وكرتونه وبتاع. هتلاقي ورقه الضمان، وبص بص بقى، بص يا معلم، هتلاقي معاك سكرينه ازاز للموبايل، وجاي معاها الحاجات اللي بتتركب بيها، اللي هي المناديل المبلله والحاجات دي. فانت معاك سكرينه للموبايل. ونفتح ده كده، هتلاقي عندك برده جراب ملمسه كده شبه الكربون فايبر، وبيدعم الشحن الوايرلس. في ماجنت جوه عشان يمسك عادي في العتاد مثلا، سواء مثلا هيمسك في الشاحن الوايرلس بالشكل ده فيبقى ماسك فيه. انا هحط العربيه دي هنا على جنب، انا اقسم بالله هحطها عندي كده كديكور في البيت يعني. نقفل بقى كل حاجه كده، وتعالى نطلع الوحش بتاع النهارده، نجم الليله في الفيديو. ورجع لي بقى البتاع ده. مكتوب طبعا ان الديزاين معمول من بينينفارينا، ودي الشركه الايطاليه اللي بتصمم فيراري والفا روميو. ايوه ده النوت 60 الترا الجديد يا جماعه من انفينكس. وتعالوا نفتحه مع بعض لاول مره. بسم الله. سلام. هو ايه ده؟ لا 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 تعالى بس، تعالى. ايه ده؟ موبايل شكله تحفه فنيه، كل حته فيه بتقول لك انا موبايل غالي متصمم باحترافيه. لا مش زي الموبايلات الناس خلاص اللي بتنزل لنا دي. اي شركه طبعا جايه تعمل موبايل، يلا يا باشا حط لي الكاميرات تحت بعض ماشي، اكتب لي اسم الشركه تحت وشاشه من اللي عندنا جوه وبيع. لا هنا بقى يا باشا انت معاك موبايل فيه ديزاينر بيعمل عربيات، قعد يخطط له، جاب له كوبايه شاي وقعد يفكر له، طلع لنا بالتحفه الفنيه دي. بص خليني افهمك ايه الموضوع وايه الديزاين عباره عن ايه يعني، عشان حاسس ان انت مش عارف يعني. بص يا صاحبي، مبدئيا كده ده اول موبايل ينزل بكاميرات في شاسيه واحد من الازاز. بص خليني اشرح لك. فين الايفون بتاعي؟ لو جبنا الايفون مثلا او اي موبايل تاني، هتلاقي ان الكاميرات بتبقى كل واحده فيهم ليها الازاز بتاعها او ليها الديزاين بتاعها يعني لوحدها كده، وبارزه لوحدها وملحومه، فاهم؟ انما هنا الموبايل مختلف تماما، الكاميرات كلها حته واحده على بعض، كلها تحت نفس الازاز، مفيش بروز لكل كاميرا لوحدها. والازاز ده هو الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس، فهو قوي ومتين واليجنت كده، مش بيتخربش عشان الكاميرات بتاعتك ما تتخربش ولا حاجه. ويمكن لوهله تقول طب دول الثلاث كاميرات اهم، ايه المساحه اللي على الجنب دي؟ اقول لك بقى، هي مش زي الايفون مصمطه كده، لا هم حطوا لك شاشه ثانيه في جنب الكاميرات موجوده هنا، بيطلع لك عليها نوتيفيكيشنز، ممكن يطلع لك عليها الساعه. ومش بس كده، الشاشه دي انت ممكن تلعب عليها، اقسم بالله. بص كده، احنا لو دخلنا على الماتريكس من هنا ممكن تختار اللعبه دي مثلا دلوقتي. بصوا كده، انتوا اكيد عارفين اللعبه دي يا جماعه، هي بتضرب حاجات فوق كده، وانا المفروض ايه ادمر القطع اللي نازله. بص بص بص، مربع نازل اهو، انا كل ده بتحرك بالموبايل يمين وشمال، فاهم؟ استنى، ايوه في هنا سهم نازل، تمام، حاسب مربعين مربعين مربعين، تمام. مات. لا 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 لا، انا خسرت. انت سامع الصوت يا جماعه؟ انا بلعب على ظهر الموبايل، وصلنا لمرحله غريبه جدا من التقدم. ده غير شريط الليد اللي موجود تحت الكاميرات ده، واللي بينور زي ما انت شايف، شكله تحفه يا جماعه. انا اول ما شفت ده عارف افتكرت ايه؟ افتكرت الامبيانت لايت اللي بيبقى موجود في العربيات، هو نفس الطريقه بالظبط، وليه نفس الافكتات بتاعته كمان. ده مثلا افكت انا مختاره، في افكتات تانية موجوده، ممكن مثلا كونفكشن ده، بصوا كده بيطلع من الجنبين ويقوم ضامم على جوه. ممكن كمان توينكل ده،
وعندك افكتات تانية كتيره مخليه شكل الموبايل تحفه. انا اول ما شفتها بجد يا جماعه هو الموبايل الوحيد اللي فيه الحاجات دي. غير بقى افتكاسات الديزاين ده، عايز اقول لك ان الظهر هنا برده جاي فيه خطوط كده مقلمه، اللي فكر في درجه اللون دي ودرجه الالوان وتداخلها مع بعض، مع ان طبعا الظهر هنا مش بيبصم وبتاع، شكله نظيف، لوجو انفينكس مكتوب تحت. انا حاسس ان انا بتفرج على ديزاين عربيه، فاهم؟ ظهره طبعا هنا من الازاز، الفريم هنا من الالومنيوم، ملمس بريميوم شيك فخم، كانك شاري موبايل فلاج شيب. وبجد هو شكله افخم من الفلاج شيبس. يعني انا لو مسكت الموبايل ده على كده، لو بجد جبت الموبايلين دول جنب بعض كده، هتقول لي ان ده موبايل اغلى. يعني احنا لو مسكنا الايفون مع الموبايل ده بجد 100% هتقول ان الموبايل ده اغلى. انا في رايي انا يعني لو شفت الموبايلين اقول لك ده ديزاين موبايل بفلوس اعلى. في الفريم هتلاقي امضه شركه بيرنفارينا موجوده على الجنب كده، شكلها تحفه. وعندك زرار للسايلنت موجود هنا في جنب الموبايل زيه زي الايفون، تعمل ميوت وان ميوت من هنا، مع زرار اللوك اللي واخد له خط بيلمع كده، وزرار الفوليوم اب وداون موجود هنا. والوان تاب باتن ده انت ممكن تكستمايزه زي ما انت عايز، يعمل ميوت او يفتح لك ابلكيشن معين، الكاميرا مثلا او اي حاجه، زيه زي الايفون برضه. عايز اقول كمان ان الفريم بتاع الموبايل ده يعتبر رفيع 7.9 مللي زيه زي كل الموبايلات، وعلى الرغم من ده فهو جايب بطاريه اكبر من العادي، وهي بطاريه 7000 ملي امبير، بطاريه تقعد معاك اليوم كله عادي. ووزنه كمان خفيف في الايد كده 220 جرام، فحتى مش حاسس انك شايل طوبه في ايدك ولا حاجه، لا الدنيا في اللذيذ منه. اقلب بقى الموبايل على وشه واتفرج على احسن شاشه موبايل في العالم. انت بتتكلم في شاشه اموليد 144 هرتز، ريفريش ريت صاروخي حرفيا. ومش بس كده، والبيك برايتنس هنا بيوصل ل 4500 نتس، فده اعلى مستوى ستوب بتوصل له، حاجه ممتازه تحت الشمس. والشاشه حجمها ممتاز 6.78 انش، وعليها طبقه حمايه الكورنينج جوريلا جلاس 7 اي، فهي ضد الخرابيش طبعا، هي مش ضد الكسر، فانت ما ترموهوش. مع ان الموبايل ده على فكره وقع مني وانا بصوره وما حصلوش اي حاجه الحمد لله، هو سليم زي ما هو، بس وقع على ارتفاع يعني من هنا لحد الارض يعني، وما حصلوش اي حاجه. وعلى سيره الخامات النظيفه، فالموبايل ده ضد طرطشه الميه بريتنج اي بي 64. طبعا كنت اتمنى يكون ضد الميه فعلي مش ضد طرطشه الميه، ولكن تمام، انا بس مقدر الديزاين والفكره، يمكن يكونوا ما عرفوش ان هو يظبطوا حته الميه دي. لما تفتح الموبايل هتلاقي سيم خاص تماما بالموبايل، لونه احمر في اسود كده بنفس لون الموبايل. عايز اقول لك الموبايل ده جاي منه 4 الوان. عندك اللون الاحمر بتاعنا ده اسمه مونزا ريد، مش عارف ايه مونزا دي، ما تسالنيش كحكيم يعني. وعندك لون تاني سيلفر واسود، ولون يعني ما بين الازرق والاخضر كده. بس طبعا اجمد واحد فيهم هو اللون الاحمر في اسود ده، عشان هو بيفكرك بفيراري طبعا اول ما بتشوفه. تجربه الفرجه هنا على اي فيديوهات طبعا ممتازه، استخدام السوشيال ميديا اليومي سريع جدا وسلس، لان زي ما قلت لك الموبايل بريفريش ريت 144 هرتز، فالدنيا سلسه كده وناعمه جدا في السكرولنج. وبما ان الشاشه هنا اموليد، فالبصمه جايه تحت الشاشه وبصمه سريعه جدا، ولكن هي مش الالتراسونيك الجديده اللي هي بتفتح مجرد ما بتلمس صبعك، لا انت هنا ممكن تسيب صبعك نص ثانيه محتاج كده. يعني انت بص لو لمستها لمسه بس لا مش هتلحق، انت محتاج ايه كده. وعايز اقول انها ما بتعلقش، انت ممكن تعتمد عليها في كل مره بتفتح موبايلك عادي. عايز اقول لك ان الموبايل ده بيدعم سرعه شحن 100 واط بالكابل و50 واط وايرلس، يعني سرعه شحنه اسرع من الايفون 17 برو ماكس والاس 26 الترا مع بعض عادي. دي برده الصراحه حاجه جامده قوي. الموبايل ده مش هتعاني مع بطاريته خالص، البطاريه معاك بتكمل اليوم، ولما تعوز تشحنها بتدعم شحن سريع. البطاريه 7000 دي بتتشحن من 0 ل 100% في 48 دقيقه، وده رقم عالمي على سعه البطاريه دي. وفي خاصيه جامده جدا اول مره اشوفها في الموبايل ده، وهو ان في باتري سيلف هيلينج موجود في الموبايل ده. كل 200 سايكل للشحن، يعني كل 200 دوره شحن، الموبايل ده بيبدا يعمل هيلينج لبطاريته، بيحسنها بيرجعها تاني بحالتها وصحتها، عشان الباتري هيلث بتاعتك ما تقلش مع الوقت زي الايفون كده. طبعا اي حد هتلاقي على جروبات الايفونات كلها ايه الناس ايه قاعده بتصيح، انا لسه جايب الايفون من الشهر اللي فات البطاريه 95%، اعمل ايه؟ هنا المفروض ان الموبايل ده بطاريته بتعالج نفسها بنفسها. وده الموبايل الوحيد اللي اشوفه برده من انفينكس يقدر يعمل مكالمات عبر الساتلايت، حتى لو انت في مكان ما فيهوش شبكه تماما، ومتوفره في الوطن العربي مش بس في امريكا. فايوه الموبايل ده ممكن ينقذ حياتك عادي لو انت في مكان ما فيهوش شبكه، لا قدر الله بقى رحت الصحراء تكامب في حته واتقطع عندك كل حاجه وعايز توصل لحد، فالموبايل ده ممكن يعمل مكالمات من الساتلايت. بيبقى فيه سيم كارد مخصصه بتشتريها، دي بتعمل كونكتنج مع الساتلايت على طول، تنقل للفضاء على طول، مش محتاج ابراج شبكه مثلا زي فودافون والحاجات دي. ده غير ان الانترنت الموجوده في الموبايل هي قويه جدا لدرجه انها بتدي لك ريموت كفرج اعلى بنسبه 50% من اي موبايل تاني. من الاخر الموبايل ده بيلقط شبكه في اي مكان عادي، فاضعف الاماكن بتاعت الشبكه هتلاقي الموبايل ده لاقط شبكه عادي جدا من غير اي مشاكل. طبعا عايزين المشاهد لو بتشتري اي حاجه من عنون.com، فاحنا عندنا اكواد الخصم بتاعتنا حكيم وحكيمو، وعندك حكيم 1 وحكيم 2. الاكواد دي كلها شغاله على عنون مصر والسعوديه والامارات، عايز تشتري من اي منصه فيهم هتاخد خصم زياده على الخصم الموجود على الموقع، والتوصيل هيكون مجانا لحد قدام باب بيتك. مالكش حجه يعني، مالكش حجه، عايز تشتري حاجه اتفضل يا باشا، توكل على الله، الاكواد معاك، تبقى في نوته بره ولا حاجه، يوم ما تحتاج تشتري دخلها وانت بتشتري وتاخد الخصم. انا بعمل كده وبس. سيبك كمل باقي الفيديو، اتفضل. طب بقول لك ايه، ما تيجي اكلمك على المعالج، يعني ايه المشكله يعني؟ بس انا شغال لك الميتريكس. بص الميتريكس بقى، الموبايل ده جاي فيه اقوى معالج في سعره، وهو الدايمنستي 8400 التيميت 5G. المعالج ده جايب على انتوتو بنش مارك اكتر من 2 مليون و90 الف نقطه،
واط، وده اسرع 32% من النوت 50 برو بلس بتاع السنه اللي فاتت. والرامات هنا LPDDR5X، والاستورج بتاعتك UFS 4.0، فرامات وستورج سريعه وجاي لك بنسخه 12 512 جيجا مع ال 3 دي اي سكور فيبر تشامبر. التبريد هنا في الموبايل عالمي، انت معاك موبايل باداء عالي جدا وسريع، موبايل ما بيسخنش معاك في الالعاب، فبالتالي مش هيحصل ثروتلينج وانت بتلعب، فالتجربه هتبقى ممتازه. تعال نخش جيم ببجي سريع كده ونشوف الاداء بيعمل ايه. وعلى سيره ببجي بقى، تعال اعلي لك الصوت كده، بص اسمع معايا، مش عارف هتبان عندك ولا لا، بس الموبايل ده جاي بسماعات من JBL. انفينكس لما بتحب تعمل سماعات بيقول لك ايه، شوف لي اجمد شركه سماعات في العالم ايه، JBL مثلا، تعالى يا باشا هنعمل كولابوريشن مع بعض ونعمل احسن سماعات. شكرا، حطيت لك سماعات من الشركه بتاعت السماعات نفسها. دي طبعا صوت نقي وعالي قوي. الموبايل ده على فكره صوته عالي جدا، مزعج يعني، انت ممكن توطي صوته شويه لو انت في مكان يعني مع ناس. انا هوطيه دلوقتي عشان تسمعوني اصلا. طبعا الموبايل هنا بيلعب على سموز والترا اكستريم، يعني 120 فريم عادي جدا. وتعال نخش كده جيم سريع TDM كده، ولما تسحب من على الجنب هتلاقي الاكس بوست AI، ممكن تعمل بوست من هنا للاداء. ويلا نشوف الاداء عامل ايه. عايز اقول لك برده انت عندك في الموبايل هنا في الثيم بتاعه هتلاقي الاكس ارينا، اسمع كده، دي حرفيا عامله شبه منصه كده بتخليك حاسس ان انت ماسك جيمنج كونسول في ايدك. الالعاب كلها بتبقى موجوده هنا، تقدر تختارها اللي انت محملها. يعني ممكن هنا ببجي، انا محمل ببجي فهدخل من هنا على طول. يلا يا باشا، انا اتقتلت. عادي عادي، بتحصل طبعا، بتحصل في احسن الالعاب عادي. ايه ده انتوا مكمبرين بقى؟ طب ليه يا جدعان؟ طب ما نلعب عادي زي الناس يعني، مش لازم تكمبروا يعني. شويه عيال قنابير، ايه ده؟ كلها مكمبره بقى ولا ايه؟ ايه مين تاني؟ لا بقى، مش طريقه شغل دي يا رجاله. انا مصور فيديو يعني، ايه بشكل وحش، جيب كلتين طب قدام الناس يعني. يا دي النيله، يا دي النيله، عيال قنابير. انا بتقتل بس تقريبا. موت يلا بقى، موت موت. اول كلايه الواد معاه M4 تلج ابن الذين. برضه زي ما انتم شايفين كده، وقت الفايتس مفيش لاج، مفيش دروب فريمز بتحصل، الدنيا لذيذه وسلسه كده معاك في الاستخدام، فقشطه التجربه لذيذه يعني. ماشي، شكرا جزيلا. انا يعني مش حاسس انه مش يومي، عادي يعني، بتحصل طبعا. عامه اداء الموبايل ممتاز، الموبايل بجد ما بيسخنش، حتى التبريد بتاعه عالمي. سقطت حاجه مهمه جدا لازم اقولها لك على الشاشه هنا، وهي ان شاشه الموبايل ده هي مريحه لعينك جدا، وفيها كمان موشن سيكنس ريليف. يعني الناس اللي بيجي لها دوار حركه وهو في عربيه او حاجه وباصص لموبايله، فانت عندك هنا اوبشن، هي حاجه بتعملوها بالسوفت وير مع الهارد وير يعني بتاع الشاشات، برضه بتهدي الموشن سيكنس اللي بتيجي عند الناس. طبعا انت مش هتفهم حاجه لو انت ما عندكش اصلا موشن سيكنس، فاهم يعني؟ هتقول لي ايه بقى الموشن سيكنس ده؟ وكمان شاشه الموبايل ده بتخرج ضوء ازرق اقل كتير من اي موبايل تاني، فهي هتحافظ على عينك، لان عيونك مهمه يا صاحبي. والله انا بكلمك بجد يعني، انا بكلمك بجد. شايف انا رحت اعمل ايه بقى؟ ازيكم يا جدعان، عاملين ايه الاخبار؟ بص هقول لك على حاجه هستغله ان انا بعد المايك يعني، وافكرك ان انت تعمل لايك للفيديو، لان انا حاسس ان انت نسيت تعمل لايك. حاسس والاحساس بتاعي خلي بالك دايما بيبقى في محله يعني. فانت لو بتتفرج ونسيت تعمل لايك، لو سمحت بطل كاريزما وادعس اللايك، ادعسه، مش اللي هو اعمل لايك عادي، لا يعني عايزك كده. يلا نكمل الفيديو عشان بجد في حته مهمه جدا، وهي الكاميرات يا صاحبي. احنا لسه ما اتكلمناش على سيستم الكاميرات العبقري ده. استنى ايه، قبل ما نتكلم على سيستم الكاميرات العبقري نمسح العدسه كده عشان تشوفها معايا كويس. انا والله بهتم لك بقى يعني، والله العظيم مش عامل لك ايه تاني يعني، بنضف لك الموبايل عشان تشوفه كويس. طب اعمل ايه؟ بس قبل ما اقول لك اي حاجه عن الكاميرات، عايز اقول لك ان الموبايل ده لاول مره في تاريخ انفينكس اجرب لهم موبايل بكاميرا 200 ميجا بكسل. لقد هرمنا والله، محتاجين كاميرات بقى جامده. انفينكس هم عملوا كده فعلا في الموبايل ده. انت معاك اقوى سيستم كاميرات انفينكس عرفت تحققه لحد دلوقتي عايزين المشاهد. الكاميرا الرئيسيه الوايد 200 ميجا بكسل بمستشعر من سامسونج، فتحه العدسه f1.69. الكاميرا دي فيها OIS، وعندك كاميرا ثانيه 50 ميجا بكسل بيريسكوب بتعمل زوم لحد 3.5x اوبتيكال زوم، و7x ديجيتال زوم، ولكن بالاي اي بيبقى الى حد ما فيهوش خساره للتفاصيل، وبيوصل معاك الزوم بتاعه لحد 100x عادي. ودي اول مره برضه اجربها من موبايلات انفينكس، جديد عليهم الكلام ده. واخيرا كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل عاديه جدا يعني. لا وما اقول لك عاديه فهي عاديه، الكاميرا الترا وايد هنا مش دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الاهم طبعا هي الكاميرا الاساسيه وكاميرا التليفون. الكاميرا الاساسيه هنا صورها حلوه جدا، يمكن الوان الصور محتاجين يشتغلوا عليها اكتر شويه، حاسس يعني في احسن، ولكن كتفاصيل صوره، ككواليتي، كبورتريه، العزل ممتاز هنا. وكاميرا التليفون هنا ممتازه الصراحه، انا اتفاجئت منها. في الموبايل تقدر تصور فيديوهات لحد 4K 60 فريم في الثانيه. بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي كاميرا 32 ميجا بكسل f2.2، كاميرا ممتازه. السيلفي بتاع انفينكس هنا في الموبايل ده عالمي، واحد من احلى السيلفيات اللي هتجربها في السعر ده، بالذات في الاضاءه الكويسه. يعني يمكن في الاضاءه الليليه مش احسن حاجه، بس في الاضاءه الكويسه هو بجد سيلفي عالمي وشكلك حلو فيه. والفيديو بالكاميرا السيلفي هنا بيوصل معاك ل 4K 30 فريم في الثانيه عادي جدا. فلوجاتك يا باشا ك 4K ممتازه، تنفع جدا لصناعه المحتوى. على فكره كواليتي الكاميرا السيلفي بجد حلوه يعني، هتعجبك جدا. بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه تخص النوت 60 الترا الجديد، خليني اكلمك على سعر الموبايل، ويعني عايزك تجهز معايا يعني، عايزك ما تصوتش عادي. بص هقول لك على حاجه، انا فاهم ان هو كموبايل من انفينكس انت ممكن تتوقع ان سعره رخيص، ولكن بصراحه مش منطقي تتوقع ان سعره رخيص بالامكانيات اللي انا لسه قايلها لك دي. مستحيل يعني، معلش الموبايل بالامكانيات دي، شاشه 144، بطاريه 7000، شاحن سريع 100 واط، 50 واط وايرلس، معالج الدايمنسيتي
6400 التيميت، الحاجات دي مستحيل تتحط في موبايل رخيص مع الباكج اللي انت شايفها قدامك دي. طب اقول لك جايبين لك ديزاينر ايطالياني بيعملها لك وشاحن وايرلس على شكل عربيه، الباكج دي مستحيل تبقى رخيصه. سعرها كام بقى؟ انا بصراحه شايف ان سعره ممتاز بالنسبه اللي بيقدمه ككواليتي يعني وكامكانيات. الموبايل ده تسعيره النسخه ال 12 512 جيجا هو $799، وبيتباع في السعوديه رسمي تقريبا ب 2999 ريال. يعني كامكانيات هو ممتاز، بس كشركه انفينكس انا عارف ان احنا واخدين ان هم دايما بيدوا لنا اسعار اقل من كده، بس هم عاملين لك موبايل الترا، فلما يعمل لك الترا هو لازم تتوقع انه هيحط لك امكانيات عاليه جدا بسعر يعتبر عالي، لان ده الفلاج شيب يعتبر بتاعهم، هو الموبايل الغالي بتاعهم، الموبايل الشيك، ديزاين مختلف. ودي اكتر حاجه انا بحبها، ان يبقى الموبايل بتاعك مميز. مش كل الموبايلات شبه بعض يا جماعه، انا بجد بتخنق من الحوار ده، انتوا عارفين. اما بلاقي شركه تهتم بالديزاين والخامات وهكذا، دي حاجه بتبسطني. في وجهه نظري يمكن انا كنت مستني الموبايل ده يكون ضد الميه فعلي، معيار الامان بتاعه يبقى اعلى في الموبايل ده، ينزل معاك تحت الميه، لان الموبايل ده للاسف مش بيعمل كده. الحاجه الثانيه يمكن برضو كانت الكاميرا تتحسن شويه، زي ما قلت لك هي ممكن تبقى بالسوفت وير تتحسن على فكره كالوان، بس انا محتاج يشتغلوا اكتر على الوان الصوره. غير كده الموبايل ما فيهوش ولا غلطه الصراحه، انا شايف ان هو ممتاز ومتكامل، بيقدم لك التجربه المتكامله. انت لو عايز موبايل للالعاب شغال، للتصوير شغال، موبايل يقضي معاك سنين بجد. بقول لك الباتري هيلث بتاعته هنا هي بتتجدد فعليا، في سيلف هيلينج بيحصل، فالتكنولوجيز دي ليها سعر انت فاهم. وبرضه خليني افكرك ان ده يعتبر السعر الرسمي بتاع الموبايل. الموبايل ده هينزل شويه في السوق كمان كسعر، ممكن الشهر الجاي الشهر اللي بعده، فهتقدر تحصله بسعر اقل من كده. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عندك اي استفسار عن الموبايل اكتبوا لي تحت في الكومنتس، انتوا عارفين انا بقرا كل الكومنتس برد عليها. ولو نسيت تعمل لايك فاعمل لايك، لو نسيت تعمل سبسكرايب فدوس على زر السبسكرايب دلوقتي وزرار الجرس بتاع السبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو جديد، وما يفوتكش الفيديوهات الجايه لان في فيديوهات مهمه قوي لموبايلات مهمه انتوا عايزين تشوفوها انا عارف. وبس مساكم فل، اشوفكم على خير، سلام عليكم.